سهرتنا وهلأ رح نكرم ممثل سوري اخترقت ملامحه كل بيت عربي واخترقت أدواره حواسنا وذاكرتنا بدون ما تتلاشى مع الزمن شنباته المميزة. عشق المسرح والتلفزيون والسينما، ومن قوة موهبته خلينا نعشق الضحكة كل مرة كان يضحكنا، وخلينا نلامس دمعتنا كل مرة كان يبكينا. رح أطلب من الإعلامية ريما صيرفي والإعلامي زكريا فحام يتفضلوا على المسرح ويسلموا درع الزمن الجميل لضيفنا. عمره 81 سنة، ولكن رصيده أكثر بكتير، أكثر من 1700 عمل في الكوميديا والدراما. هو أستاذ في التمثيل، تعلم منه كتار من النجوم والنجمات في سوريا وفي العالم العربي. أهلا وسهلا فيك بلبنان على مسرح كازينو لبنان في الزمن الجميل، لأنك تستحق. أنت الممثل، أنت المنتج والكاتب، وأنت المؤدي والملحن، ولأنك حبيت التمثيل وردته لأولادك. أهلا وسهلا فيك في الزمن الجميل. مساء الخير. معي رسالة من نجمة كتير كبيرة، نجمة قديرة، نجمة كانت حابة تكون موجودة ولكن قلبها مع قلبنا. قالت لي أمانة زكريا توصل للنجم الكبير القدير حسام تحسين بيك، قالت لي قل له إنه اشتقت للبنان، يوصل رسالة للبنان إني اشتقت له. قالت لي النجمة القديرة إذا بتعمل معروف يا زكريا وصل لهالنجم الكبير إنه سوريا فخورة فيه، عم يتكرم على أرض لبنان. يمكن عم تسألوني مين هي هالنجمة؟ نجمة هي سوريا الكبيرة وبتضلها كبيرة. بدنا نطلب من النجم القدير حسام تحسين بيك يتفضل على المسرح. صحيح سيدي، بس أنا كما أسلفت لكم في جلسة سابقة كنت مرتبط بموعد مع أبو العز مشان نشوف الفيلا. يعني ما شفت غوار بهداك اليوم؟ لا بتعرف لغة ولا بتعرف حدا. نتعلم. هلا نحن خلقنا بنعرف عربي، تعلمنا عربي. شو معلم؟ افتح لهم اياه، هدول رجال أمن ولازم نتساعد معهم. شنو هدول عم يحرصوا على سلامة الوطن والمواطن. وينه يا هذا معلمكم؟ مين معلمنا؟ رافي. مين معلمنا؟ إيه رافي جوا، بس مو معلمنا، كلياتنا معلمين هون. ما شاء الله حولكم كلكم معلمين. الله يسعد مساكم. هلا بعد الحكي اللي حكوه ضيعوني. كنت حافظ لي كلمتين بدي اقولهم راحوا من راسي. هلا انا تفاجأت كثير وقت اجيت. تفاجأت برجل يحمل قلب طفل حنون جميل حساس. هذا الرجل بكل اعتزاز بقول اسمه دكتور هراتش. داخل هالرجل في رسالة أكيد، لأنه رجل مثله يحمل عبء هيك احتفالية كبيرة ويكرم فنانين كبار ونجوم ومستمر ودؤوب، هو أكيد يحمل رسالة. فنحن لازم كلنا نكرمه إله، لأنه هذا التكريم لازم ينعكس منا إله. أنا بالنسبة لي هذا التكريم هو النور يلي بينور طريقي بمسيرتي الفنية. شكراً لكم. أنا ماني شاطر بالحكي، شكراً. شاطر شوي، كنت شوي بالغني. شكراً لكم، وأنا كلي فخر واعتزاز إنه أرفع
هذا التقدير. شكرا لك، مبروك للممثل حسام تحسين بيك، ألف مبروك.